يا اخويا ولا تقول الاسم وماله ما جراش، يعني هو اللي عنده برد بيخبي اسمه ولا بيتكسف؟ طب بذمتك انت مش لو كان عندي بعيد عن السامعين يعني المرض الوحش كان زمانكم عاملين لي بطرة قومية دلوقتي وبتقول لي كملي وايوه بقى ويلا بقى. شوف يا سيدي، انا موظفة حكومية متجوزة بقالي 20 سنة ومتصابة بقالي 13، وزي ما انت شايف كده انا زي الفل وحياتي ماشية ألوكة. طبعا لما عرفت اتخضيت، خصوصا يعني ان الزمن كان غير الزمن، بس اول ما الخضة راحت وفقت لنفسي قلت ما بديهاش، انا مش هدفن نفسي بالحياة. خدت العلاج وبقيت فلة كده كده، انا عارفة ارتب دماغي وباخد علاجي في ميعاده ومحافظة اني افضل تحت ال 16، فما عنديش حد. ساعات يعني بنستعمل وسائل حماية، ساعات لا. انا وجوزي كويسين قوي، عايشين حياتنا عادي. ما هو يعني لو كان هيجيله كان جاله خلاص، بعدين هو موافق وما عندوش مشكله. احنا اصلا بقينا بننسى ان انا عندي حاجه. بعدين هقول لك بقى، في ال 13 سنه دول انا خلفت بدل العيل اتنين ومحدش فيهم متصاب. والله زي ما بقول لك، في شويه حاجات بسيطه الواحده مننا بتعملها بتضمن بيها ان العيل ينزل سليم لو هي كان فيها حاجه. اللي بس انا مش فاهماه هي ليه الناس بتخاف تعيش حياتها عادي بعد ما تعرف ان عندها اتش اي في. بزعل والله لما اسمع عن ناس خايفه ومتعقده من الموضوع. بس نجيب للحق بقى، اللي بيقعدوا في مراكز المشوره دول ويقولوا لنا بطلوا سجاير وكلوا اكل ابصر ايه وصح ايه وبتاع بيخنقوا. انا باخد دوايا في ميعاده وبغير وقت اللزوم وبتابع مع الدكتور كمان. اشغل بالي ليه بقى بكل الكلام الفارغ ده؟ يعني السيجاره دي هي اللي هتموتني ناقصه عمر؟ انا عايزه لما اموت اموت متكيفه كده بلا هم. اللي نفسي فيه بس ان الناس تاخد الموضوع كانه عادي زي ما يكون برد، لا نخبي ولا نخاف ولا نتكسف. ما هو اللي اختشوا ماتوا، مش كده؟